آيس كريم الساندويش، طعمه مثل طعم الآيس كريم الجاهز، جدا لذيذ. يلا نشوف المقادير. أضفت 100 غرام زبدة باردة، كوب سكر بني رطب، نخلطهم بالخلاط لما السكر يذوب مع الزبدة، يكون بهذا الشكل. أضفت حبة بيض، ملعقة صغيرة فانيلا، ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم، بس نسيت ما أضفتها في الفيديو. كوب وربع دقيق، ربع كوب بودرة الشوكولاتة، نخلطهم لما تكون عندنا عجينة متماسكة بهذا الشكل. ندخلها الثلاجة لما تتماسك عشان نقدر نفردها. حشوة الآيس كريم نص كوب كريمة خفق، قشطة مخفوقة، نقدر نستبدلها بقشطة عادية بس أنا حبيت أضيفها. علبة قشطة، ونصف كوب حليب مكثف. نضيف الخليط في الصينية، ندخلها الفريزر لما تجمد. هنا العجينة بعد ما اتماسكت، نفردها على ورق زبدة بحجم وسمك متوسط. بهذا الشكل. نشيل ورق الزبدة كذا، صار تمام. نقطعها بقطاعة الدونات أو أي قطاعة، أي شكل انتو حابينه. بهذا الشكل. تقريبا عمل لي 12 قطعة. هنا الزوايد بعد ما خلصت عجنتها مرة ثانية وفردتها وشكلتها مرة ثانية. طبعا رجعت العجينة في الثلاجة عشان أقدر أشيلها وأحطها في الصينية. هنا بعد ما طلعتها من الثلاجة كده أقدر أضيفها في الصينية بكل سهولة. نخبزها في الفرن مدة 10 دقايق فقط لا غير، عشان لا البسكوت يصير قاسي معانا. 10 دقايق تكفي. لازم البسكوت يكون رطب ولين. هنا الآيس كريم بعد ما جمد نقطعه دواير. ونحشيه مع البسكوت. نضيف طبقة ثانية من البسكوت. طبعا لازم تشتغلوا والمكيف مفتوح عشان لا يسيح معاكم الآيس كريم. شوفوا كيف، يا سلام، جدا لذيذ، طعمه يشبه طعم الآيس كريم الجاهز.